هلا وعين طلاب، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. هواي طلاب راسلوني شلون أستغل عطلة العيد وأرفع معدلي وأعتبرها مراجعة ثانية. الجواب عندي. أولا إحنا عندنا عطلة العيد 9 أيام، راح نجي نقسمهن على 4 مواد. الرياضيات يومين، الفيزياء يومين، الفيزياء يوم ونص، الكيمياء يوم ونص، الأحياء 4 أيام. أول شي نجي على الرياضيات، إيش قد خلينا لها؟ يومين. اليوم الأول شو أريدك تقرأ لي؟ الفصل الأول والثاني والنص الثالث. باليوم الثاني تقرأ لي النص الثالث والرابع والخامس. بهاي اليومين مو تجي تريد تحل الكتاب كله والوزاريات. مثلا تجي على الفصل الأول أخلي له 4 ساعات أحل وزارياته، أحل الأسئلة المهمة والمتوقعة تجي اللي بيها فكرة يعني. نجي على الفيزياء، مخلينا لها احنا قلنا يوم ونص. اليوم الأول تقرأ للفصول، الفصل الأول بساعتين، الفصل الثاني بساعتين، الفصل الثالث ب3 ساعات، الفصل الرابع بساعة ونص، والفصل الخامس ساعة ونص. هم يعني تجي مثلا على الفصل الأول بهاي الساعتين تراجع لي شفهي، مو تجي تقرأ لي ورقة وقلم. اقرأ شفهي الشرحيات وأحل المسألة 6 مسائل 7 على الفصل الأول، هي بس استذكار يعني تتذكر للقوانين وإن شاء الله درجة عالية. النص اليوم يعني مال الفيزياء تقرأ الفصل السادس بساعة ونص، والفصل السابع هم بساعة ونص، الفصل الثامن بساعة، وهنا خلصت الفيزياء. تبقى عندنا الكيمياء هم أنا مخلي لها يوم ونص، يعني الكيمياء والفيزياء ب3 أيام، والرياضيات يومين، تبقى 4 أيام للأحياء. النص يوم من ترجعون من العربي هذا استراحة لا تقرون. اليوم الأول بالكيمياء نقرأ الفصل الأول بساعتين، الفصل الثاني بساعتين، الفصل الثالث ب3 ساعات، الفصل الرابع بساعة ونص، الفصل الخامس ساعة ونص. هاي اليوم الأول هم يعني نجي على الفصل الأول نراجع شفهي للشرحيات ونحل عليه كم مسألة على مود بيوم الامتحان. هاي المراجعة تفيدكم، لأن ما حد يلحق يراجع كتاب كامل بيوم الامتحان. بالنص يوم ايش نقرأ الفصل السادس بساعة ونص، الفصل السابع بساعتين، والفصل الثامن بساعة ونص. أو تقدر السادس تخليه بساعتين، والسابع بساعة ونص، والثامن هو بشي يعني هي يمكن صفحة واحدة شرحيات تراجعها بنص ساعة. وهنا كملت الكيمياء. نجي على آخر 4 أيام. باليوم الأول تقرأ الفصل الأول ووزارياته ورسوماته، وباليوم الثاني الفصل الثاني ووزارياته ورسوماته، وباليوم الثالث نفس الشيء تقرأ الفصل الثالث ويا الوزاريات ويا الرسومات. نجي على اليوم الرابع أريدك تراجع لمراجعة شاملة ل3 أفصل وإن شاء الله 100 بالأحياء. نجي على الإنجليزي، شلون ما خلينا على أيام. أريدكم تقروا لي فقط نقرأ الإنشاءات ضمن أيام الرياضيات والكيمياء والفيزياء ب5 أيام، يوميا مراجعة إنشاء لمدة ساعة أو نصف ساعة. راح يصير أن تراجعون 5 إنشاءات، وعندكم 2.5 قدام الإنجليزي. إن شاء الله درجات عالية، ويا رب أتمنى لكم كل التوفيق.